أهلا يا برج العذراء، تعالوا نشوف النهاردة نوايا الحبيبة والشريك تجاهك الفترة الحالية ايه. تعالوا نشوف نوايا الحبيبة والشريك الفترة الحالية. بصي يا برج العذراء، واضح ان هيبقى في بداية جديدة، في كلام، في كلام، في مباحثات، في هات وخد. انتوا هتتقابلوا قريب. هيكلمك، ممكن تتقابلوا صدفة، ممكن وهتبقى مترتبة يعني. ممكن يكلمك عشان تتقابلوا. آم، بص، هو عايز يجي يفهمك هو ليه مشي. بس هو عايز يعني يهدي الدنيا، يبقى في صلح ما بينكم. هي اللي دي الباينة نواياه في الوقت الحاضر. هو دماغه حرقاه كده وعايز يشوف، وعايز يرجع لك، عايز يفهمك، خصوصا ان انتوا مشيتوا وانتوا مش مبسوطين من العلاقة. انت سبت له جروح وهو ساب لك جروح. في دلوقتي واضح جدا طاقة الانفصال، في separation، في heart break، في حزن، في خسارة. آم، هتفهم حاجات كتير الفترة اللي جاية دي. هت الفترة اللي جاية دي في حاجات كتير هتتكشف، في حاجات هتتفهم، هيفهمها لك هو ليه مشي، هو ليه ما كانش موجود. في طاقة، هيبقى في نيو فيز للعلاقة، ودي طاقة قليلة جدا للأسف. الطاقة الأكبر إن مجرد هو هيجي عايز يصلح، عايز يفهمك ايه اللي حصل. وواضح إن هو متفق مع حد عليك، ممكن متفق مع حد من أهله، مع ناس معاه في الشغل. متفق على الكلام اللي هو هيقوله دوت. آم، بس ممكن يكون هو اصلا في ناس في طاقة الشخص ده هيتنقل لمكان جديد اصلا. ممكن مكان اقامة جديد، مكان غير اللي هو عايش فيه. بس هو زي البداية الجديدة دي بداية صلح، ما فيهاش اي التزامات، ما فيهاش اي كوميتمنت لحاجة. هيفهمك هو ليه مشي، ليه حصل الجرح دوت، ليه المشاكل دي. هو بيعدي اصلا بديون كارمية، هو فاقد السيطرة على حياته. فهو زي ايه، يلا بقى مفيش حاجة اخسرها، مفيش حاجة ابكي عليها، فهايص بقى. تمام. فهو مشكلته ان هو عايز يجي يصلح. عايز يخليك انت كمان تموف اون عن الجرح اللي انت اتجرحته دوت، عن المشاكل اللي حصلت في العلاقة دي، ويفهمك. ممكن يعرض عليك مبلغ مادي مثلا، كزي يصالحك بيه. مش عشان مش بيشتريك ولا حاجة، بس هو فعلا عايز يعوضك عن الجرح اللي هو جرحهولك. بس ويفهمك ليه انتوا افترقتوا، ويفهمك ليه. هيفهمك حاجات كتير، في حاجات كتير قوي هتظهر وهتفهمها. وهتبقى انت محتاج بس يا برج العذراء ان انت ت... ت... تخلي قلبك خفيف كده. يعني اللي هو ايه، ما تحزنش قوي او ما تبينش يعني تتفاهم كده معاه اكتر، وانت في الاخر ليك الاختيار انت هتمشي ولا لا. بس انا ظاهر لي ان انت ممكن تمشي، ان انت مش هيعجبك كلام، لان هو مش راجع عشان يلتزم بحاجة، هو راجع عشان مجرد تتصالحوا والدنيا تهدى ما بينكوا، وما بيبقاش فيه تعكير. تعكير للأجواء. ممكن يكون بيمهد لحاجة، ممكن يكون مش بيمهد. يعني احنا بس خلينا ناخد النية بالظبط في الوقت الحالي، اللي هي نية صلح بس، ما فيهاش اي كوميتمنت لعلاقة، ما فيهاش اي التزامات في حاجة. هيجي يفهمك حاجات كتير، وده هو حاجة هو مرتبها مع ناس. يعني هو قعد وتكلم وتباحث مع ناس صحابه، ممكن أهله، ممكن أصدقاء عمل، هما دول اللي اتفق معاهم هيقول لك ايه بالظبط عشان الدنيا تهدى ما بينكم، يبقى فيه صلح. بس كده يا برج العذراء. فقولولي في التعليقات ايه رأيكم في القراية، وهل ده فعلا حصل معاكم ولا لا. يلا باي باي.